ونشتغل على برج القوس ونقول للقوس الزهرة عاملة مشاكل مع طوب الأرض يوم 13، وعاملة مشاكل مع أورانوس مرة ومع بلوتو مرة ومع نبتون مرة، وهي دايما كده تعمل لنا مشاكل. الزهرة كوكب الحب والمال والجمال، ويا سلام لما تعمل مشكلة بقى مع أورانوس كوكب الشقلبة والتغيير والكهرباء. طيب أيها القوس، الزهرة في العذراء في بيتك العاشر، وتحديدا في منزلة العوة اللي هي من 4 ل 17 عذراء. أورانوس في الجوازاء في بيتك السابع، زاوية تخمسية مع نبتون في الحمل البيت الخامس. عاملة برضو مشكلة مع بلوتو اللي في بيتك الثالث بالنسبة لك انت ايها القوس. الزهرة موجودة في بيتك العاشر زي ما قلنا، وده من اقوى البيوت المتعلقة بسمعتك ومكانتك المهنية وطموحاتك وشكلك في المجتمع اللي انت عايش فيه ايها القوس. وجودها بقى في منزلة العوة الممتزجة. يعني ايه منزلة ممتزجة؟ في 3 أنواع للمنازل الخاصة بالقمر. منازل القمر منزلة نحس، ومنزلة سعد، ومنزلة ممتزجة. الممتزجة دي بترجع لأسلوبك انت، في ايدك تخليها منزلة سعد وفي ايدك تخليها منزلة نحس. يبقى انت لو فهمان القصة ممكن تخليها سعد وتعمل من الفسيخ شربات ايها القوس، والكلام لكل الابراج كمان. طيب العوة الممتزجة بتجعل المكاسب المهنية الاجتماعية موجودة، لكن بعد اختبار، بعد تغيرات في طريقة التعامل مع الآخرين. الزهرة حاكمة بيتك السادس وحاكمة البيت ال11. السادس يعني الطور، وال11 يعني الميزان. لذلك بنربط بين العمل اليومي والوظيفة من جهة، وبين العلاقات الاجتماعية والأهداف المستقبلية من جهة تانية. أما تربيع الزهرة لأورانوس في برج الجوزاء في بيتك السابع بيت الشراكة ومنزلة الهنعة السعيدة، بيخلق مفاجآت في العلاقات، مفاجآت في الشراكات. يعني ممكن شريك أو عميل أو شخص مهم يغير موقفه فجأة، أو تظهر فرصة مهنية أنت ما تتوقعهاش أيها القوس مرتبطة بعلاقة جديدة. أورانوس حاكم غير تقليدي للتجديد، ووجوده في بيت الشراكات بيخلي القوس محتاج مرونة وعدم التمسك بخطة واحدة. أما الزاوية مع نبتون الموجود في الحمل اللي في بيتك الخامس وفي منزلة الشرطين، فبتضيف حالة من الخيال، حالة من الطموح العاطفي، حالة من الإبداع. لكن ممكن كمان يحصل مبالغة في اللي انت متوقعه. هنا لازم القوس يفرق ما بين الإلهام الحقيقي وبين الأمنيات اللي لسه محتاجة أرض صلبة. يفرق ما بين الأحلام ويفرق ما بين الأوهام، وهو نبتون بتاع الاتنين. أما بالنسبة بقى للزاوية الثالثة اللي هي مع بلوتو في برج الدلو في بيتك الثالث أيها القوس وفي منزلة سعيدة اسمها سعد السعود، فهي تشير إلى تحول عميق في طريقة تفكيرك وطريقة تواصلك وطريقة كلامك وقرارك، أو اتفاق بسيط ممكن تحصل عليه ممكن يكون له تأثير كبير على المسار المهني خلال الفترة دي. أما القمر فهو في السرطان وفي منزلة النصرة السعيدة داخل بيتك الثامن، وده بيضيف بعد مالي ونفسي مهم. فالأحداث المهنية والعاطفية مرتبطة بملفات الأموال المشتركة أو الدعم اللي جاي لك من بره من الآخرين، وممكن تسوي التزامات قديمة كانت عليك. التأثير العام لليوم على القوس هو إعادة ترتيب للعلاقة بين الشراكات وبين الطموح المالي وبين الموارد المالية، مع فرص حقيقية للتقدم إذا تم التعامل مع المفاجآت بهدوء وبدبلوماسية وبحكمة
وبحنكة ومرونة.